من فقد بعض حقه حال وجود الأمن سيفقد كل حقه حال انعدام الأمن. والواقع يشهد، لا أحد يقول غير ذلك. تفقد بعض حقوقك وأنت في أمن وعافية ورخاء، أشعل فتنة لتأخذ الحق الذي تريده، بعض حقك. النتيجة ستقوم فتنة وثورة ومهلكة، سيختلط الناس وسيضعف الأمن، وربما ينعدم الأمن وتفقد كل حقوقك. عندك مشكلة في حرية الرأي كما تقول أيها المفكر، غدا ستصبح عندك مشكلة في الخبز، عندك مشكلة في الوظائف والبطالة، غدا عندك مشكلة في العرض، عندك مشكلة في حقك من العلاج والمشاركة السياسية كما يقول بعض الناس، غدا عندك مشكلة في حقن الدم، بعض حقك فقدته وأنت في أمن، إذا اهتز الأمن فقدت حقك كله. ولذلك تأمل واقع البلدان التي اشتعلت فيها الفتن. يا إخوان، أرادوا مشاركة سياسية، أرادوا حرية رأي، أرادوا وظائف، أرادوا أموال وخيرات، أرادوا خدمات. يوم قامت الثورة ترى ما عاد يفكرون في هذا. ايش يفكرون فيه؟ العرض، الخبز، كهرباء، ايش بعد؟ الوظيفة اللي أنت مستاء من قلة راتبها، وقف الراتب خلاص. أنت مستاء من مبلغ معين، وقفنا عليك، يلا هذه ثورتك. افرح بالثورة الآن، افرح. ولذلك من وصايا ابن عمر رضي الله عنه: الزم أمر الجماعة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم.